هو الدولار هيرجع يرتفع تاني ولا ايه؟ برنامج مصر مع صندوق النقد اتأجل تاني، وده تاني تأجيل على التوالي. المراجعة المفروض كانت تتعمل أول سبتمبر واتأجلت لأول أكتوبر. النهاردة بقى حسب الكلام اللي اتقال على العربية إنها اتأجلت لأوائل نوفمبر الجاي. بس الفكرة إن لو في نوفمبر اتأجلت تاني ممكن كده ندخل في حالة تجميد للاتفاق كله. الصندوق الأسبوع اللي فات قال إنه هيدي مصر شوية وقت لتنفيذ الإصلاحات، بس إصلاحات إيه اللي عايزها الصندوق تاني؟ الله، هو إحنا مش رفعنا أسعار الوقود بنزين وسولار ومازوت وبوتاجاز، ورفعنا اسعار الكهرباء في 8 اللي فات، ده غير العيش وتذاكر المترو وغيره. فاضل ايه بقى؟ غالبا والله اعلم الصندوق بيتكلم على برنامج الطروحات بتاع الحكومه، بيع الشركات والبنوك، لان البيع ده مش بيحصل بالسرعه اللي متفقين عليها او اللي احنا محتاجينها، بسبب ان في حاجات كتيره الحكومه شايفه ان المستثمر اللي جاي يحط فلوس مش بيحط سعر عادل. زي التصريح الاخير ان المصرف المتحد هينزل البورصه لان السعر اللي جاي لنا من المستثمرين اقل من المتوقع. انا مش عارف هو جالهم قلب يقولوا حاجه زي كده ازاي، لان غالبا كده السهم هينزل ميت. المهم نرجع تاني للسؤال اللي ابتدينا بيه، هو الدولار هيرتفع؟ غالبا بالشكل اللي احنا شايفينه ده احتمال لا قدر الله يكون في زياده تانية على اخر السنه او قبل الاجتماع مع الصندوق الشهر اللي جاي، وربنا يستر.